السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. بما ان خلاص رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة العيش الشامي او خبز السندوتشات على حسب ما بتسموه. مفيش احلى منه لسحور رمضان وكمان لسندوتشات الاولاد. عيش مفيهوش ولا غلطة، طري وهش وسهل التحضير. طري طراوة مش عادية، يعني لو مبتدئين او لسه اول مرة تدخلوا المطبخ هتعملوه بمنتهى الاحترافية، وكمان بمكونات اقتصادية مليون المية. هنعمله كمان في الطاسة بدون أي فرن. مقاديره زي ما قلنا اقتصادية: شوية دقيق وشوية مية. هتعملي أكبر كمية من عيش السندوتشات، منفوخ من أول رغيف لآخر رغيف. يلا بينا نشوف عملناه. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنسمي بسم الله، وفي بولة أو طبق عميق هنزل بكوباية ونص من المية الدافية، طبعا عشان احنا في فصل الشتاء. كمان هنزل بمعلقة صغيرة من الخميرة الفورية ما يعادل 10 جرام، وكمان معلقة كبيرة من السكر 10 جرام، كمان معلقة كبيرة من الزيت عشان ينعملي كده العجينة. وهنقلب كله مع بعض لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما والخميرة تفاعلت ونشطت معايا. كمان عندي نص كيلو من دقيق المخبوزات او دقيق متعدد الاستخدامات منخول مسبقا، وعليه رشة من الملح ما يعادل 5 جرام من الملح. وهنقلب كل المقادير مع بعضها لحد الدقيق ما يمتزج تماما مع بقية المكونات. محتاجة ان العجينة بتاعتي تكون عجينة طرية ولكن ما بتلزقش، يعني هنعجن فيها حوالي 10 دقايق لحد كده ما تربي عرق ويتنشط لي مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق. حضرت كمان معايا ربع كوباية مية عشان لو احتجت مية أثناء العجن. مهم جدا العجينة بتاعتي تكون مش ناشفة بزيادة، عشان لو كانت ناشفة العيش هيكون ناشف بعد التسوية، ولو كانت طرية بزيادة ده هيخليني معرفش أشكله، وكمان وأنا بسويه مش هعرف إن أنا أتحكم فيه كويس جدا. فالعجينة بتكون طرية ولكن ما بتلزقش. زي ما قلنا بتاخد معايا حوالي 10 دقايق عشان تكون عجينة كده طرية وشبه الأستك بالظبط. ابتدي إن أنا ألم العجينة، وعندي طبق كده عميق هبتدي إن أنا أدهنه دهنة من الزيت كويس جدا، وهحط بقى العجينة بتاعتي فيه واغطيها كويس وهدخلها في مكان دافي عشان تتخمر. بتقعد معانا في الشتاء حوالي ساعة أو ساعة ونص على حسب درجة حرارة المكان اللي بتدفي فيه العجينة. أنا هنا استخدمت الفرن، دفيته حاجة بسيطة جدا ودخلت فيه العجينة عشان إن هي يبقى سريع الوقت بتاعها، نختصر وقت التخمير. وكانت حوالي نص ساعة وتخمر معانا وارتفع بالشكل اللي انت شايفاه ده. استخدمت كده من ربع كوباية المية اللي انت شفتيها معايا حوالي معلقتين مش اكتر من كده. طبعا ده بيختلف من نوع دقيق للتاني، في دقيق بيشرب دقيق مية كتير، وفي دقيق لا. هنا العجينة بتاعتي ابتديت ان انا اقطعها كده لكويرات صغيرة، كل كورة هتكون حوالي 40 جرام. حابة تكوني إن أنتِ تكبّري العجينة عن كده 50 جرام أو 60 جرام براحتك خالص، ولكن أنا حبيت أعمله زي العيش اللي بنشتريه من محلات الفول والطعمية، عشان كده يكون مناسب وحجمه مماثل للي إحنا بنجيبه من برّه. وبدأت إن أنا كل كويرة كده ابتديت إن أنا أشكّلها وأدوّرها كده دواير صغيرة، أو إن أنا أكوّرها كده بالشكل اللي أنتِ شايفاه موضّح في الفيديو. وهنغطّيهم بقى بكيس نايلون عشان ما ينشفوش ولا يعملوا طبقة ناشفة كده أثناء ما إحنا بنشكّلها. وطبعًا أثناء التشكيل كده باسيبها الأول ترتاح 10 دقايق، ولمّا باجي أفردها باخد أول كورة كنت شكّلتها، رشيت رشة كده خفيفة من الدقيق. ما تبالغيش في كمية الدقيق عشان العيش بتاعِك أو الخبز ما يكونش مجيّر معاكِ. أنا هنا رشيت شوية وبعدين الزيادة استبعدتهم شِلتهم خالص، وابتديت إن أنا أفرد شوية بإيدي وشوية بالنشابة. ولو حسيتِ إن هو كده بيمُط معاكِ ومش سَلِس في الفرد، هتسيبيه زي ما هو كده وترجعي له بعد 5 دقايق هيكون تمام ويتفرد معاكِ بكل سهولة، عشان هيكون خَد وقته في التريح أو إن هو ارتاح كويس. بنفرده بالسمك اللي أنتِ شايفاه ده كده، ولا يكون تخين أوي ولا رفيّع أوي. لو عملتيه رفيّع أوي ممكن ما يقبّش معاكِ، ولو عملتيه تخين هيكون أشبه كده بالقرص. إحنا حابينه يكون مماثل للخبز اللي إحنا بنشتريه أو العيش الشامي اللي إحنا بنشتريه من المحلات برّه. وبيتفرد معانا كده بنفرده بشكل دائري، ولو في أي يعني جزئية كده مش مفرودة معاكِ بتحاولي إن أنتِ تضبطيها بإيدِك كده على قد ما بتقدري، عشان يدّينا الشكل الدائري المتعارف عليه. زي ما أنتِ شايفة كده السمك بتاعه مماثل جدًا للي إحنا بنجيبه من برّه. بنشكِّل كمان واحدة كده وبتتفرد معانا بكل سهولة إن كان بإيدينا أو بالنشابة.
إن شاء الله هتعملي أكبر كمية من نص كيلو. يعني الكمية أو نص كيلو دقيق ده عمل لنا حوالي 21 رغيف، وكان كل رغيف حجمه أو وزنه 40 جرام. زي ما قلتلك تقدري تخلي الحجم زي ما انت حابة، تكبري أو تصغري. وهنا بقى بنفرده كده على ملاية نظيفة أو فوطة مطبخ نظيفة، وبنغطيه كويس جدا. طبعًا بنخمّره كمان مرّة، يعني خمّرناه بعد تشكيل بعد عجن العجينة، وكمان بنخمّره بعد التشكيل، وهنا بعد ما مرِّت نُص ساعة كده من التخمير، وكان كويس جدًا مدة التخمير دي. عندي بقى طاسة على النار باسخّنها كويس جدًا، والطاسة تكون طاسة كده محمّلة ما تكونش رفيّعة، عشان التسوية بتاعتنا تكون مضبوطة. وبابتدي إن أنا أحطّه ومجرّد 30 ثانية وباقلبه كده على الوش التاني، مجرّد إن هو يتشمّع، ما باستناش إن هو يقِب معايا، عشان لو سِبتيه هيجلِّد معاكِ من تحت كده ومش هيقِب ومش هتكون تسويته بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. يعني أهم تركاية في العيش الشامي هي التسوية، إنِك بتسخني الطاسة على درجة حرارة عالية، وبعد كده عند التسوية بتحاولي إن درجة الحرارة ما تكونش عالية بزيادة ولا باردة، بحيث إن العيش يقب معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكمان نقطة مهمة جدا، التخمير مهم جدا إن هو يتخمر مرتين، مرة بعد عجن العجينة والمرة التانية بعد ما تشكلي كل الأرغفة بتاعتك. وزي ما انت شايفة ما شاء الله كل الأرغفة قبت معانا بالشكل ده، وما بياخدش أي وقت. ولو حابة إن أنتِ تسويه في الفرن، بتحضّري كده صينية أو صاج وبتسخّنيه في الفرن، وطبعًا درجة حرارة الفرن بتكون من تحت متوسطة، ولو عندِك شواريق أو اللي هي الشواية بتشغّليها كده على عالي عشان تساعد إن الرغيف يقِب بسرعة. لإن لو درجة حرارة الفرن أو الطاسة اللي بتسوي فيها باردة، ده هيخلّي العيش كده يجلِّد منِّك وينشف ومش هيقِب نهائيًا. فخلّي بالِك من التريكات دي لإنها مهمة جدًا، جدًا في النتيجة النهائية. كمان بالنسبة للعجينة، لو حابة إن أنتِ تضيفي جزء من السوايل لبن ما فيش مشكلة، ممكن تستخدمي اللبن الحليب أو اللبن الرايب أو الحليب القاطع أو حتى شِرش اللبن أو شِرش الجبنة ما فيش أي مشكلة. وكمان بالنسبة للخميرة تقدري إن أنتِ تستخدمي خميرة بيرة لو مش متوفر عندِك خميرة اللي هي الفورية أو الحبيبات. كمان كمية السكر تقدري تقللي أو تزودي منها، يعني أنا استخدمت معلقة من السكر، انتِ تقدري تزودي معلقتين لو حابة، ولكن إحنا يعني عملنا الستاندرد أو اللي إحنا بنشتريه من برّه زي المحلات بالضبط. كمان تقدري تعملي منه كميات وتحفظيها بعد ما بيهدى كده ويبرد. بتبتدي ان انت تحضري اكياس كده، اكياس مطبخ او اكياس تلاجة، وبتحفظي كده كل 10 مع بعض وتدخليهم الفريزر، وبتطلعي بتسيبيه على الرخامة او حتى في الميكروويف 30 ثانية، وبيبقى كأنك لسه عاملاه ومجهزاه حالا. حبيت أشارككم كل مراحل التسوية لمعظم الأرغفة كده عشان تشوفي الطريقة بالمظبوط، وإن شاء الله تعمليه وتتهني بيه. طريقته سهلة جدا جدا ومفيهاش أي افتكاسات، مجرد إن انتي هتعجني العجينة ومكوناتها كلها اقتصادية وعلى قد الإيد. الفكرة بس في إن انتي بتخمريه مرتين زي ما قلنا، وبتديله حقه في التخمير، وكمان في النار أو في إن انتي تظبطي النار كويس جدا. زي ما انت شايفة اللهم بارك، كل الأرغفة ما شاء الله اللهم بارك معانا بتقب كده وتبقى زي العسل. وكمان لما بيطلع كده بتغطيه بفوطة نظيفة، ولما بيبرد زي ما قلتلك بتدخليه الفريزر لو حابة تحتفظي بيه، تستخدميه بقى في الفطار للولاد أو في العشاء. حاجة كده اللهم بارك زي الفل، واعملي منه كميات عشان سحور رمضان. وكمان تقدري ان انتي تستخدميه في سندوتشات المدارس، هيكون معاكي هش وطري لأبعد الحدود. حاجة كده اللهم بارك، فعلا تستاهل التجربة. يعني لو لسه أول مرة تدخلي المطبخ هتعمليه بمنتهى الاحترافية. شايفين ما شاء الله قلبه أبيض وزي العسل، بالظبط زي اللي احنا بنشتريه من بره، وكمان طري ما شاء الله اللهم بارك. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب لقناتي تايهة في المطبخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.